والله لأخلي الدنيا تنقلب لأكشف للعراقيين، وأنا خايف على العملية السياسية، ولذلك التحالف الوطني طلب من عندي ما أروح. وأنا خايف على العملية السياسية، ولذلك التحالف الوطني طلب من عندي ما أروح، لأن قالوا إذا تروح وتكشف كل هاي القضايا بمعنى العملية خربت. من الذي يقوم بالأمن؟ من الذي يدعم العمليات؟ بأي سيارات تنفذ العمليات؟ بأي هويات؟ بأي إجازات؟ بأي غطاء سياسي؟ بأي تبني؟ أنا أروح أخذ الأسماء وياي وأصيح فلان ابن فلان تفضل أنت هذا عملك. الآن أكو أجواء انتخابات وحاط له واحد صورة بجيبه وحاط له واحد منا. أنا أعرف من الذي قتل الطفل اللي طلعوا الصورة مالته. قتلها عزة الدوري الذي ينتمي له هذا الطرف، وقتلتها القاعدة وقتلتها الميليشيات. أنا أريد أكشف هاي الحقائق لكن العملية السياسية ما أتحمل، وأتمنى أن يكون بعد فترة تتاح لي فرصة أن أكشف وأخذ ملفات مالتي وأقول تفضلوا يا ناس هذا. وشوفوا ايش راح يصير في داخل البرلمان، راح يصير بوكسات. وشوفوا ايش راح يصير في داخل البرلمان، راح يصير بوكسات. أريد أسألك كعضو لجنة النزاهة البرلماني بالبداية، ما هو تعليقك؟ هل يحق لأي شخصية سياسية الاحتفاظ بملفات تتعلق بفساد أو إرهاب، سواء كان رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، أو وزير أو نائب أو أي شخصية سياسية أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد أن أي معلومة يمتلكها أي مواطن فضلا عن المسؤول لابد أن يدلي بها ويوصلها إلى الأجهزة الأمنية أو إلى الأجهزة القضائية بحسب الاختصاص. وإذا كان السيد المالكي أو غيره يمتلك بعض الوثائق أو الأدلة على تجريم أي شخصية في الدولة العراقية بدءا برئيس الجمهورية وكذلك النواب والوزراء وبقية المسؤولين الآخرين في الدولة العراقية، يجب عليه أن يقدم هذه الوثائق إلى الأجهزة القضائية، ولا يجوز له بتاتا الاحتفاظ بها، لأن الاحتفاظ بهذه الوثائق معناه إبقاء المجرم على جريمته والتستر عليه، وهذا بحد ذاته يعاقب عليه القانون. لذلك أنا أطالب السيد المالكي وقد طالبته سابقا في أكثر من مرة، أطالب السيد المالكي بتقديم هذه الوثائق، ولا يأبأ بقضية انهيار العملية السياسية، ولا يأبأ بقضية تتعلق بالبرلمان أو أن هناك مشاكسة وكما عبر هو يمكن أن يحدث شجار وبوكسيات بين النواب. أنا أعتقد بأن حدوث مثل هذا بين النواب هو أهون على المواطن العراقي من بقاء الإرهابيين وبقاء الفاسدين في العملية السياسية، وخاصة أننا نعلم جيدا أن هناك بعض القضايا تتعلق بالدماء العراقية وتتعلق بالأموال العراقية، تتعلق بأرواح أبنائنا وتتعلق بالضحايا، تتعلق بالشعب العراقي المعذب الذي يعذب يوميا، وهذه السيارات المفخخة والانتحاريون الذين يصلون إلى كل نقطة. بالأمس دخلوا إلى وزارة العدل، وقبلها إلى مجلس النواب، وبعدها إلى شوارع بغداد، وبعدها إلى شوارع البصرة ونينا والأنبار وصلاح الدين وغيرها من محافظات العراق. لذلك أعتقد بأن مثل هذا الحديث لابد أن نقف بوجهه بقوة، ونقول للجميع المسؤولين الذين يمتلكون المعلومات أن لا تكون هذه المعلومات بأيديهم، وإنما تسلم إلى الأجهزة القضائية، وهذا هو الأمر الطبيعي الذي لابد أن يكون، لأن سيادة القانون هو معناه الدولة المدنية، وأما بعدم سيادة القانون فإننا نتحدث عن دولة الغاب.